قصتي بدأت في أسبانيا عام 1878 حيث ولدت. غادرت وطني بعد تخرجي، آملة في بدء حياة محترمة في ألمانيا، لكن الأقدار لعبت بي. عملت في محل للآيس كريم بدلاً من الوظيفة المرموقة التي أحلم بها. شعرت بالخذلان واليأس وقررت العودة إلى وطني، لكن الأحداث المأساوية توالت. تزوجت بزميلي بمحل الآيس كريم وتحطمت أحلامي بالأمومة عندما اعترف زوجي بعد عام واحد فقط أنه لم يعد يحبني. فجأة صارت حياتي تتلاشى وأصبحت محكومة بالألم والخذلان. في ليلة مظلمة قتلت زوجي ب3 رصاصات بالرأس وقمت بتقطيعه ووضعته في قوالب إسمنت داخل ثلاجة للآيس كريم في قبو منزلي. ثم تزوجت مرة أخرى بعد 6 أشهر فقط، لكن الزواج الثاني لم يكن أفضل، فاكتشفت خيانة زوجي وقمت بقتله وإخفائه بنفس الطريقة. ثم تزوجت مرة ثالثة بعد فترة قصيرة. كان زواجي الثالث ناجحا وظننت أن الأمور بدأت تأخذ منحا صحيحا، ولكن كانت المصائب تنتظرني. تم اكتشاف الجثث على يد عمال الصيانة، مما أدى إلى اعتقالي واعترافي بكل جرائمي. تم حكمي بالسجن مدى الحياة، وبعد 2 شهرين في السجن اكتشفت أنني حامل. حققت أخيرا حلم الأمومة بعد كل هذه المحن، ولكنه جاء متأخرا للغاية. ولدت الطفلة في مصحة عقلية تابعة للسجن، ثم تم وضعها في دار للرعاية، بينما ظلت روحي تقاوم في زنزانة.